وبعد الهزيمة أمام بتروجيت ب3 أهداف مقابل هدفين، المصري البورسعيدي بيهدد بالانسحاب من الدوري بسبب الفضايح التحكيمية. امبارح أقيمت مباريات الأسبوع التاسع من الدوري المصري، وكان من أهم المباريات مباراة بيراميدز وطلائع الجيش، ودي انتهت لصالح نادي بيراميدز ب4 أهداف نظيف. أما المباراة التانية فكانت مباراة زد وحرس حدود، ودي انتهت بفوز حرس حدود بهدف نظيف. أما أهم مباراة فهي كانت مباراة بتروجيت والمصري البورسعيدي، المباراة المجنونة اللي شهدت جدال كتير أثناء سير المباراة. من بداية الشوط الأول ونادي المصري بيشتكي من سوء التحكيم، يعني هدف لنادي المصري، هدف صحيح، بيتم إلغائه بعد الرجوع للفار، وكمان ضربة جزاء صحيحة لنادي المصري بعد الرجوع للفار دي كمان بيتم إلغائها. نادي بتروجيت بيتقدم على المصري البورسعيدي في نهاية الشوط الأول بهدف نظيف، وبينتهي الشوط الأول بتقدم نادي بتروجيت. ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 62 تحديدا نادي المصري بيستطيع تسجيل هدف التعادل، وفي الدقيقة 65 المصري بيتقدم بالهدف الثاني على بتروجيت، تصبح النتيجة 2-1 لنادي المصري. وبعد كده نادي بتروجيت بيقدم مفاجآت، نادي بتروجيت بيتعادل مع نادي المصري بهدفين لكل فريق. أما في الدقيقة 88 فضربة جزاء بيعترض عليها لعيبة نادي المصري لصالح بتروجيت، بيسجل منها بتروجيت الهدف الثالث، وبتنتهي النتيجة ب3-2 لصالح نادي بتروجيت بعد وقت بدل ضايع استمر لمدة 11 دقيقة. هزيمة المصري بتجعله مستمر في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، أما فوز بتروجيت فبيخليه يقفز قفزة عالية جدا، وبيكون بتروجيت في المركز الخامس. نتائج امبارح بتتسبب في تراجع النادي الأهلي للمركز الثامن قبل مباراة القمة غدا بإذن الله. أما مباراة القمة فالغيابات بتضرب النادي الأهلي، غياب جديد للنادي الأهلي قبل مباراة القمة، جريديشار بيغيب عن مباراة القمة وده بسبب إصابة في العضلة الخلفية. إمام عاشور هو كمان هيغيب عن المباراة بسبب الإصابة. أشرف داري بيغيب عن المباراة كمان لأسباب فنية، وقفشة بيغيب عن المباراة بسبب أسباب فنية. أما نادي الزمالك أهم الغيابات عنده فهو هيكون محمد شحاتة. طبعا بنتمنى ان تكون مباراة على قد المسؤولية ومباراة تمتع جماهير الكورة سواء جمهور الاهلي او جمهور الزمالك، وطبعا لازم يكون الروح الرياضية عند الجماهير، يعني في حالة فوز الزمالك لازم نقول هارد لك لجماهير النادي الاهلي، وفي حالة هزيمة النادي الاهلي نقول برضو هارد لك للنادي الاهلي.